اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فوز كبير فرط فيه لاعبي النادي الأهلي أمام انتر ميامي. قدامك الشوط الأولاني فرص تهديفية سهلة جدا، 4 أهداف محققين كان يمكن أن يخرج بهم النادي الأهلي أمام انتر ميامي. كان عنصر المفاجأة كان موجود. ابدعت وقدمت شوط عالمي في الشوط الاولاني. في الشوط الثاني قلبت خلاص خلت فكيهه، يعني مش عارف ايه، بقيت كل همك وهدفك انك ما تطلعش خسران ماشي. لكن الفكره 4 اهداف محققين يمكنك انك تسجلهم. جول تم تسجيله وهو هدف صحيح مليار في المية. ما شفتش حد من اللي قاعدين فاتحين اللابتوب على من الجهاز الفني والاداري بيعترض عليها. ما شفناش حتى واحنا على الشاشه ايه الحكايه. طرد مستحق لمدافع تم مجامله انتر ميامي فيه. يعني مش عايز اقول لك انت عملت شوط عالمي في الشوط الاولاني. ضرب الجزاء مش محطوط في جدول، يعني في الجدول الضرب كده اللي احنا واخدينه اسم تريزيجيه مش محطوط وسام ومحطوط زيزو. تريزيجيه فرحان، يعني فرح العمده، يلا اخدها واروح اشوطها وعشان ابقى انا جبت اول هدف للنادي الاهلي في كاس العالم. ما ينفعش. وسام عمال يكلم الجهاز والراجل شكله ايه تبع الصم والبكم مثلا مش فاهم اشاره وسام، يقول له انا ولا هو، انا ولا هو، ما لقاش كده وسام خد جنب. فالفكره مش فاهم يعني حسين الشحات نزل الكوره، فاهم انه بيلعب في مدينه السلام ونازل يلعب تقسيم. الكوره الاخيره دي يعني عرض اديها لاي حد مشيها، لكن في الاخر حتى خدت قرار تشوط واتكعبلت في الكوره. يعني اقول لك ايه بس ولا كده، يعني مش عايز اقول لك كان الاهلي النهارده حاجه عالميه في الشوط الاولاني، حاجه عالميه في الشوط الاولاني. قدامك تعمل كل حاجه، قدامك تسجل من اول امام عاشور في اول كوره اللي راح بيها ماشي، انفراد تام مع الراجل بعد من تمرير تريزيجيه. بعدها بيخرج امام عاشور عشان كتفه، يا رب يبقى بالف خير وصحه وسعاده وربنا يحفظه باذن الله تعالى. بنشوف بقى ميسي شوط واحد، يعني ميسي ما جاش في الشوط الاولاني غير في واحده اللي هي فوق العارضه في الدقيقه 14، والكوره بتاع اخر لقطه اللي اسامه ابو علي شالها من جوه المرمى. بصراحه يعني شالها من جوه المرمى. النهارده انت عندك فرقه عامل شوط اول نموذجي، وصلت رساله لكل الناس انك تقدر. الشوط الثاني ما جتش، عمال خايف ومرعوب، والتغييرات والتبديلات مش مفهومه. يعني انت منزل زيزو مكان امام عاشور لما اصيب، اجي تاني قمت منزل قفشه ومنزل طاهر محمد طاهر والملعب بقى مايل. او ما اقول له زيزو تعالى، طب زيزو يجي ليه؟ ما انت اللي تفوق وانت بتغير. وقال حد يبقى عنده بن شرقي ويسيبه على الدكه وانزل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. ايه يا عم في ايه؟ حد يكلمه ولا حد يفهمه؟ يا عم عماد انا حاسس فهمه، يا عم فهمه ايه اللي حصل ده. التغييرات كانك انت خلاص بقى بتكرم الناس دي فنازلين يتكرموا، مش نازلين يلعبوا من اجل الفوز. مش انت قدامك فرصه اسهل مباراه ليك في المجموعه انتر ميامي، فرطت فيها بفوز كبير. النهارده في لعيبه النهارده رجاله وادوا اداء رائع جدا في الشوط الاول والشوط الثاني. يعني الشوط الاولاني ده نموذجي. انت قافل ومش مخليهم يلعبوا وكوره ولا حد بيستلم ولا اي حاجه، وضغط على الكل، وبتطلع تريزيجيه، تطلع وسام، تطلع زيزو، تطلع امام، تطلع مش عارف ايه كده. ما جوش غير في اخر كوره اللي هي شالها بعد ما احنا ضيعنا جالك بنالتي. وما اعرفش اللعيبه بتوعنا مؤدبين قوي كده ليه؟ في لعيب محتاج الانذار الثاني. في جول جه سليم بتاع اسامه ابو علي، لحد من اللي بره شافها ولا الشاشه عادتها اصلا، يعني ما عادش اصلا. هو حامل الرايه رفع. هل البطوله بتقام من غير فار؟ امال الاسامي اللي احنا شايفينها الاثنين الاسبان اللي موجودين على الفار دول ايه؟ خلاص ما حدش رسمها ولا جابها ولا شفناها على الشاشه. اوقف الملعب يا عم. افترض ان عندي لعيبه خبرات كبيره جدا في الملعب، اوقف الملعب لحد ما اشوف دي ايه، جول سليم ولا مش سليم ولا ايه الحكايه. لكن احنا لا اللي بره بيتكلم ولا اللي جوه بيتكلم. لا في حاله الطرد اتكلمت ولا في حاله الجول. جول انا اقول انه جول صحيح بالعين المجرده، جول صحيح. حسبها ازاي الراجل؟ حسبها. طب انت عملت ايه؟ انت يا راجل يعني بص، كرة امام دي بس كان وقع حبيب قلبي بقى، يعني كتفه ده ربنا يسترها عليه ويلطف بيه وما تكونش فيه حاجه جامده وتبقى الام خفيفه كده ولا حاجه، يعني وربنا يحفظه من العين الصراحه، يعني لانه هو موجود في الملعب بده روح بده طاقه. هو ومحمد بن رمضان، يعني محمد بن رمضان النهارده يستاهل تقله ذهب. مروان عطيه، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، اشرف داري، الراجل شال كوره منه ايه ده؟ طلقه متشاله.
هقول لك ايه بس، يعني انت النهارده اللي مزعلنا ان الاهلي النهارده كان اقرب للفوز، كان اقرب للفوز. انتر ميامي ما جاش الشوط الاولاني غير بعد ما احنا قدرنا ضربه الجزاء. يعني اقول لك ايه بس، اقول لك شيء يحزن النهارده، شيء يحزن. تقلب بقى الشوط الثاني تقول الشناوي بطل، انقذك النهارده من ميسي واخواته، شال فرص بالجمله في الشوط الثاني. لعبت انت بقى بطريقه ايه؟ خلاص هاخد ركن واقعد اتلقى الا كمان. طب ليه يا عم؟ انت الشوط الاولاني عامل شوط عالمي ومضيع فرص بالجمله. هيظل علاج يعني الراجل لما يوصلك بكل هذه الفرص، معناه ان في حاجه في دماغه وفي حاجه بتطبق وانت شغال عليها. ليه انت ما تركزش فيها للاخر؟ ليه ما تركزش بقى في اللمسه الاخيره؟